بسبب المغرب، الفيفا تستنفر الجزائريين وتحرمهم من سلسلة اللاهزيمة التاريخية. عند الحديث عن أي مباراة للمنتخب الجزائري في الوقت الحالي، دائما ما يتم التطرق قبل كل شيء إلى رقم واحد قبل أي شيء آخر، وهو سلسلة لاهزيمة محاربي الصحراء، والذي كان يبدو أنه يسير بخطى ثابتة من أجل تحطيم الرقم القياسي التاريخي لعدد المباريات المتتالية دون خسارة. كل الحسابات والأرقام كانت تشير إلى أن ثعالب الصحراء كانوا في طريقهم لمعادلة رقم منتخب إيطاليا ب37 مباراة متتالية دون هزيمة في حال التأهل أمام المغرب، وهو ما كان ليمكنه من معادلة الرقم القياسي التاريخي الذي يبقى في حوزة منتخب إيطاليا لليوم. لكن وأمام فجأة الجميع وعلى رأسهم مشجعو منتخب الجزائر، خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنشور ضرب كل ذلك عرض الحائط، ووضع كل تلك الحسابات محط شكوك كبيرة. فقد أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم حفيظة الجمهور الجزائري قبيل لقائه مع نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب عبر الماس برقم سلسلة اللاهزيمة التاريخية الذي يمضي فيه رجال جمال بالماضي ومعه عبد المجيد بوغيرا. الفيفا نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة للمقارنة بين سلسلة اللاهزيمة لكل من منتخبي المغرب والجزائر، والمفاجأة الكبيرة كانت أن منتخب المغرب متفوق في الأرقام. الصورة التي علق فيها حساب الفيفا كاتبا: سلسلة لاهزيمة طويلة لعملاقي كرة شمال إفريقيا اللذين سيتواجهان في ربع نهائي كأس العرب. الصورة أشارت إلى أن منتخب الخضر لم يتعرض للهزيمة في آخر 20 مباراة فقط، وليس في آخر 36 كما كان كثيرون يعتقدون، فيما كان منتخب المغرب متفوقا ب 26 مباراة دون خسارة. الاتحاد الدولي لكرة القدم ألغى السلسلة التي تباهى بها ويعمل على إطالتها المنتخب الجزائري في شتى البطولات والمنافسات. بذلك يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم قد احتسب الهزيمة التي تعرض لها الجزائر أمام المغرب في 19 من أكتوبر عام 2019 ب3 أهداف نظيفة في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين شان 2020. هذا المنشور أحدث ضجة كبيرة جدا في الوسط الرياضي الجزائري وضمن المتابعين الذين استنكروا تجاهل انتصارات الجزائري التي قاربت على الوصول إلى رقم سلسلة اللاهزيمة الخاص بالمنتخب الإيطالي البالغ 37 مباراة متتالية. وأمام كل ردود الأفعال تلك، فضل الفيفا مسح المنشور من على صفحته في فيسبوك، تاركا الجميع في حيرة من أمرهم. فهل تحتسب الخسارة أمام المغرب في تصفيات الشان، أم أن سلسلة اللاهزيمة قد بلغت 37 مباراة؟ الإجابة في الوقت الحالي لم يحسم فيها الفيفا بعد، ومن المنتظر أن يوضح موقفه بشكل نهائي في قادم الأيام حسب مسؤولين من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.